دعم مغربي جبار للمنتخب المصري في مباراته اليوم امام زيمبابوي. بشجع مصر وبنحب مصر. ام الدنيا مصر، مصر ام الدنيا. تعالى كده اوريك حاجه، كل دول جماهير مغربيه جت النهارده تساند وتشجع منتخب مصر، والنهارده 28,000 قرابه ال 30,000 مشجع في ملعب بيتسع ل 40,000. هو ينفع اللي بتعمله المغاربه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جدعان العظمه اللي هم بيعملوها ده؟ اخواتنا المغاربه حرفيا كانوا موجودين النهارده بيشجعوا منتخبنا. معظم الجمهور المغربي اللي كان موجود كان بيشجع منتخب مصر. شي 28,000 متفرج كيساوي لك 60,000 اللي كانوا في الرباط البارح. الجمهور المغربي مكتسح المدرجات في ماتش منتخب مصر، وفيهم كميه لذاذه ولطافه مش طبيعيه. احيا مصر. خلص الماتش وكسبنا والنتيجه وكل حاجه، اركن كل ده على جنب. عايز اشكر الجمهور المغربي اللي راح وساند وكان في ظهر المنتخب المصري. بتتكلم على اكتر من 40,000 متفرج، في جمهور مغربي كتير قوي. الحمد لله. الاستاد كله مغاربه، كله مغاربه بيشجعونا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. مليون شكر لاهلنا واخواتنا في المغرب الشقيق. النهارده احنا استمتعنا بالاجواء وبالمحبه والجمهور اللي حضر وساندنا، الجمهور اللي كان هو القائد في المدرج واحنا بعديه، الجمهور المغربي اللي هازم مصر النهارده، والحمد لله على الثلاث نقاط واللي جاي افضل ان شاء الله. برافو الجمهور ديال اكادير، برافو الجمهور ديال اكادير، معمر التيران ديال الادرار، جمهور ديال اكادير، وعطيه واحد الطعم خاص لهذا الماتش ديال مصر وزيمبابوي. المغرب نجح كشعب بناس اكادير اللي جت أزرت المنتخب المصري، والنهارده احنا كسبنا 3 نقاط وكسبنا جمهور جديد في ارض جديده. بنشكركم والله بشكركم. ربحنا 3 نقاط وربحنا الجمهور بتاع اكادير. ربنا يبارك فيكم، ودايما المصر والمغرب اخوات. والله احنا فرحانين بمصر الجدعانه دي، والله مصر ام الدنيا. وتلاقي الهتافين داخلين مع بعض زي سيوف تتلاقى في معركه، مش حرب، ده تحالف عظيم بين الشعب المصري والشعب المغربي. شفناه في اول يوم لينا في المغرب. تعال تشوف في المدرجات المصري شايل علم المغرب وكانه بلد، وهتشوف المغربي شايل عيل صغير لابس تيشيرت مصر وكانه ابنه. هذا مغربي كيعطيك العالم ديال البلاد. الجماهير المغربيه والناس اكادير اللي جت شجعتنا من ناس اكادير عندنا من ربح المباراه. تحيا مصر ان شاء الله ربوح محمد صلاح ومرموش. اخوك جمال حمدون كبير مشجعي منتخب مصر. عاوز اقول لك الاول شكرا للشعب المغربي المضياف اللي هو النهارده 80% كان الجمهور المغربي بيشجع مصر، ودي هي الروح العربيه المحترمه. احنا فرحانين وفخورين ان كل الشعب المغربي بيلتف حوالينا وبيشجعنا بيأزر منتخب مصر. وانزل سلام للجمهور المغربي العظيم اللي كان مأزر المنتخب الوطني، خاصه في الشوط الثاني كنت تحس ان انت بتلعب في القاهره ما كنتش بتلعب في المغرب. كان بيشجعنا النهارده الاستاد الساعه بتاعته 40,000، حضر حوالي 30,000 واحد، منهم يجي 20 او اكتر من 20,000 من المغرب. كانوا بيشجعوا مصر بحراره كبيره جدا، وانا بشكر جمهور المغرب العزيز على قلبنا. حياتي لاهل اكادير. انا اول مره ادخل اكادير، ومن اول ما دخلت المدينه الناس تبارك الله عليهم اللي لازم تخش عند الدار عشان تتغدى. طب كاين الماتش؟ والله لا تاكل وبعد كده تمشي للماتش. من الاستراحه، الناس المغاربه كانوا من الاستراحه ما بين مراكش واكادير كانوا جايين عشان يشجعوا مصر معانا. بص كان موجود كام؟ 28,199 مغربي كان موجود في المدرجات بيشجع منتخبنا بجد، وربنا يا جدعان بحبهم. اللاعبين في القاهره عرفتي الجماهير المغربيه دخلوا تيشجعوا تيصفروا تيديروا الضغط، واحد الاجواء عرفتي ما نقولش لكم زوينه بزاف، تسمع الغوات. للجماهير المغربيه اللي كانت موجوده في المدرج بتشجع وتسند المنتخب الوطني المصري، ألف شكر على المساندة وعلى التشجيع اللي كان موجود في المدرج مع الجماهير المصرية. بصراحة يا جماعة كانت حاجة جميلة جدا في المدرج. صوت المصري والمغربي مش هتاف، وده شفناه في مباراه النهارده مصر وزيمبابوي. ده زائر شعبين دمهم سخن، قلبهم واحد وروحهم طالعه من نفس النار. المصري بيرفع صوته بيشجع بلده، والمغربي بيرد عليه وبيشجع مصر. اجواء ولا اجمل ولا احسن من كده في مغرب الشقيق المحترم المضياف. وعاوز اقول مصر والمغرب اخوات، احنا اخوات. تيران كامل عامر ديال الادرار، جمهور ديال اكادير ناضين، برافو عليكم. تيران بوم عامر ومثيل مغربي لعبه مصر، وخاصه اهل اكادير اللي النهارده 28,000 مشجع
في ملعب أضرار بيشجعوا منتخب مصر. رغم شكاوي العديد من قلة توافد الجماهير المصرية إلى ملعب أضرار الكبير بمدينة أكادير لدعم المنتخب المصري في إفريقيا، رأينا بأن المغاربة قاموا بالواجب. اخواتنا المغاربه يا برنس فرحانين اللي احنا كسبنا زي ما انت شايف كده، وبرضه فرحانين ان مصطفى محمد ما جابش جوان. والله بشكر لكل اخواتي المغاربه، والله بشكركم على دعمكم النهارده لينا. الجمهور المغربي كان معمر الصاد الله يبارك وجاو وكانوا يناصروا في المنتخب المصري. الحاجه هذه ولا غتفرح يعطيكم الصحه. تفهم ان اللي بينهم مش تشجيع، لا ده نسب، ده حب مش بيتهز، حب مش محتاج تفسير. شكرا 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 المشاعر الفياضه اللي شفناها من الجمهور المغربي. شكرا بامانه شكرا. احنا عارفين قيمتنا عندكم وانتوا عارفين قيمتكم عندنا. مصر والمغرب مش جمهورين في بطوله، دول جيشين في نفس القبيله، لو هتفوا يهزوا القاره. شجع زيمبابوي فجاء المغربي الثاني بيقول له حشومه يا صاحبي حشومه انت لزوم. الراجل اللي لابس الجاكيت البيج ده راح للمغربي الثاني اللي بيشجع زيمبابوي وقال له لا كده غلط، اللي انت بتعمله ده عيب ما تحرجناش. كلهم مغاربه جايين يشجعوا مصر، جايين عشان يشجعوا مصر. انت بتشجع زيمبابوي ليه؟ لا نشجع مصر ديما مصر. عاش اخواتي المغاربه، واحنا برضه هنشجعكم ونتقابل بقى في النهايه انا وانت يا فاهم انت مغربي، نتقابل انا وانت بقى ايه ونصفي حساباتنا مع بعض. ودعموا المنتخب المصري بشكل كبير يا اخي، يعتبر اغلب الحاضرين والداعمين للمنتخب المصري في هذه المباراة كانوا من المغاربة، حتى شوف ارتساماتهم. مصر طيب تشجعوا ايه؟ نشجع المنتخب المصري. تقول ايه مثلا؟ يلا تحيا مصر مثلا. تحيا مصر ام الدنيا. سير 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 سير. وده كان متوقع ان الشعب المغربي هيساند وهيدعم وهيروح للمدرج يساند منتخب مصر. فطبعا كل الشكر وكل الاحترام وبنحبهم وهم بيحبونا، حب متبادل موجود بين الشعب المصري والشعب المغربي، فالناس ليها كل الاحترام وعلى راسنا طبعا وبنشكرهم. الحمد لله على الفوز. جماهير مش طبيعيه مش طبيعيه. احنا كنا يمكن المصريين يمكن ما نكملش 1000 واحد في الاستاد. مبروك كل مغرب مغربي صح؟ مبروك مبروك. سهلوا كله مغرب. اكتر من 28,000 مشجع موجودين في المدرج بيشجعوا منتخب مصر النهارده. جماهير كتير جدا وجماهير جميله جدا من الجماهير المغربيه كانت موجوده النهارده في المدرج بتشجع منتخب مصر. منظر جميل ومنظر رائع لما تشوف المسانده من جماهير لمنتخبات تانية زي منتخب المغرب. بعد تسجيل هدف مرموش، شيء رائع جدا. العلاقه الجميله بين الشعبين المصري والمغربي يمكن ليس لها مثيل بين كل الدول العربيه، رغم اني طبعا اعلم حب كل طبعا العرب لبعضهم، ولكن هذه العلاقه. الجمهور المغربي شجعنا النهارده وشجعنا يعني بشكل كويس، وحتى بعد المباراه تعالوا اوريكم حاجه. يعني الجمهور المغربي والجمهور المصري بيتصوروا مع بعض اهو قبل ما اتكلم معاكم اهي، جمهور مصري جمهور مغربي بيتصوروا مع بعض. لكن احنا كمنتخب مصر استغل بقى كأنك في مصر، الناس بتروح بتساندك وبتدعمك. كل ماتش عندك موجود في المغرب مش ضد المنتخب المغربي هتلاقي جمهور المغرب في ظهرك. ودي مش جديدة على الجمهور المغربي العظيم اللي دايما مؤازر الصراحة المنتخب الوطني، وده بقى الكيمياء ما بيننا وبين المغاربة. يعني احنا اخوات نترخم على بعض، نهزر نتريق على بعض، انما في وقت الازمات احنا مع بعض. كله مغاربه معانا، كل الاستاد مغاربه، كلهم بيشجعوا مصر فرحانين معانا على حساب صغيرين في الاستاد. المهم اليوم مبروك الحمد لله، اداء زي الزفت بس حلو حلو حلو. مبروك للمنتخب حبيبي. ولا ديفيرونس اللي كتخلق وميسر كيفاش ولاو يلعبوا من الجمهور ودا يدير الضغط. شكرا 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 للشعب المغربي الشقيق. هو ده الشعب المغربي اللي تعودنا عليه والله العظيم، جمال وديبه ودلال وحلاوه. بتحبي مين في المنتخب طيب؟ محمد صلاح. وانت بتحب مرموش قوي شكلك. انا اسمي صلاح وبحب محمد صلاح وان شاء الله مصر تربح. ومرحبا بكم في اكادير بلاد الامازيغ وديما حسنيه اكادير. احنا فرحانين ان احنا هنا والله ومبسوطين ان احنا موجودين معاكم. انتم اخوتنا. انا عايزكم تشجعوا المنتخب بقى، مصر هتشجعوها. لا هذه هديه مني لك. وشوف تسنكش الحكي ميكي ميك ولكن شوفوا والله الشلوح وقفوا معانا، داروا معانا المعقول. الله لا يحرمنا منكم ولسنا مباريتين. بنقول لكل الناس ديال اكادير اقفوا جنب اخواتكم المصريين،
احنا لبعض. الحمد لله على فوز مصر. مبروك يا مصريين، مبروك مبروك. والله ولا واحد فيهم مصر غير انا الوحيد، مش مصر غيري، والله ما في مصر غيري. استغل الفرصه دي. ناقصك ايه بقى؟ انت كانك في مصر يا باشا، دوس بقى شويه، العب شويه، اعرف قيمه منتخبك يا اخي. الف شكر على المسانده وعلى التشجيع اللي كان موجود طول ال 90 دقيقه من الروعه والجمال من المشجعين المغاربه، والمسانده مع المشجعين المصريه. منظر جميل جدا، اقسم بالله منظر جميل جدا. واحد ياتي من منزله ومن ساكن طبعا اجادير ويشتري تذكره من ماله ويذهب ويقوم بهذا العناء ويقوم بهذا المجهود ليشجع منتخب اخر شقيق له، شيء نادر 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 جدا وصعب ان يحدث. الجمهور المغربي شجع الجمهور المصري كويس، لكن انا مش عاجبني الاداء، مش عاجبني الشكل اللي ظهرنا بيه. من الشكر لاخواتي، يعني جميلكم ده فوق راسنا مش هننساه لكم. لا ما عندكم واحده، احنا شجعناكم قبل كده في كاس العالم، وان شاء الله يبقى مصر والمغرب في النهائي باذن الله. لو اتحدوا التاريخ نفسه يقف احتراما. شكرا اهلنا في المغرب على المشهد العظيم اللي شفناه في المدرجات النهارده، وفرحتكم الاسطوريه بفوز مصر، وان شاء الله مصر والمغرب الى الادوار الاقصائيه مع بعض. ديما مصر ديما مغرب. شكرا لكم من القلب. فبنشكر الجمهور المغربي على مساندتهم وعلى دعمهم، وده مش جديد عليهم، فكل التحيه لكم والله.